حبيبي وأخويا وسندي راح في غمضة عين. ايه اللي حصل مع مصطفى شعبان في جنازة أخوه الصغير؟ وليه كان هيتخانق والناس حشوه وحاولوا يهدوه؟ موقف صعب جدا اتعرض ليه مصطفى شعبان في جنازة أخوه. خلينا نقول لكم في البداية إن مصطفى شعبان أعلن عن وفاة أخوه الصغير على الفيسبوك، وطبعا الكل اتصدم من الخبر، خصوصا وإنه مات فجأة وما كانش عنده أي مشاكل صحية. بعدها جري على بلده شبين الكوم عشان يكون أول واحد موجود في جنازته، وكان تايه وماشي في ملكوت لوحده ومش مصدق اللي حصل. وهناك اتصدم بكم المصورين والصحفيين اللي حطوا الموبايلات في وشه عشان يصوروه. وقتها ما قدرش يمسك نفسه وزعق وقال عيب، دي جنازة مش فرح، والناس حاولوا يهدوه، خصوصا وانه كان ناوي يكسر الموبايلات دي. وفعلا المصورين قرروا يبعدوا عنه عشان المشكلة ما تكبرش اكتر من كده.